في الفيديو ده بنقدم تحليل احترافي لتجربة حقيقية لبراند دايامور، واللي بدأت من محتوى بسيط على تيك توك لتعليم صناعة شوكولاتة رمضان في البيت، وقدرت تتحول لمشروع ناجح عليه طلب كبير. رمضان قرب وانا قررت اعلمكم ازاي تعملوا شوكولاتة لرمضان في البيت، تبقى حاجة لذيذة ومختلفة تقدموها للناس ضيافة كده بعد الفطار. وقررت اوريكم ازاي تعملوها باسهل طريقة. انا جاتلي القوالب الجميلة دي من عند رشا، هعمل لها منشن. الجروب بتاعها هتلاقوا فيه كل حاجة، من اول الحشوات والقوالب، القوالب الصغيرة بتاعت البارات، كل حاجة حرفيا هتلاقوها عندها. المهم هي بعتتلي شكل الفانوس ده القالب ده بولي كربونات، وقالبين سيليكون، الاتنين شكل هلال، واحد صغير وواحد الهلال الكبير اللي بيتكسر. المهم انا قلت المره دي هسهلها عليكم قوي في التلوين. احنا هنستخدم شوكولاته بيضه ملونه، مش هنستخدم زبده كاكاو. ودي الالوان اللي انا بلون بيها، بتكون الوان باودر، يا اما دست يا اما باودر زيتيه عادي. طبعا عايزه اقولكم انا بصور وهي الدنيا مغيمه وفي تراب، فالاضاءه ممكن ما تكونش احسن حاجه. المهم الشوكولاته البيضه لو هتستخدموا ممكن تجيبوا سما، ممكن تجيبوا اي نوع تحبوه. انا عن نفسي طبعا بستخدم نوع بلجيكي، بس انتوا ممكن تستخدموا اي حاجه. وممكن ان انتوا تعملوا بس الطبقه بتاعه الالوان، وبعد كده تصبوا فوقيها شوكولاته ميلك. ممكن تضيفوا مكسرات، ممكن تضيفوا بقى من الفواكه المجففه بتاعه رمضان، ممكن نضيف تمر، نضيف يميش، في افكار كتير قوي. ممكن طبعا تعملوها مش ملونه، تعملوها شوكولاته ميلك عاديه جدا. هاتوا شوكولاته سما كراميلو او اي نوع انتوا حابين طعمه واعملوها، وعادي تبقى من غير الوان، بس يعني الالوان بتديها شكل لذيذ اكتر لو انتوا هتحطوها بقى في صواني تقديم وكده. السنه اللي فاتت عملت حشوات اللي هي بتاعه اليميش، كانت يا جماعه خطيره مع الشوكولاته، لازم تجربوها فعلا. قولولي برضو افكار لحشوات في رمضان اجهزها وانا بشتغل. وده بقى شكلهم بعد ما طلعوا تحفه، عجبني جدا. شكل الهلال اللي هو دايموند ده رهيب، والفانوس لذيذ قوي بالذات لو في اطفال. استنوا بقى بكره هعمل لكم الهلال الكبير اللي هو بيتعمل مع شاكوش ويتكسر. في حلقة النهاردة هنشوف مع بعض إزاي وصفة رمضانية بسيطة اتحولت من مجرد هواية في مطبخ بيت لبزنس صغير، بزنس له شبكة موردين وعملاء وكل حاجة. طيب يلا بينا ندخل في قلب الحكاية. كل حاجة بتبدأ بالبوست ده اللي شايفينه قدامنا من صانعة المحتوى سارة رفعت. يعني لو بصينا عليه في الأول هنحس إنها مجرد جملة بسيطة بتدعو الناس يتعلموا وصفة وخلاص، لكن لأ، الكلمات دي كانت هي الشرارة اللي ولعت قصة أكبر بكتير قوي. يعني الفكرة في حد ذاتها بسيطة جدا، دعوة إننا نعمل حاجة بإيدينا لمناسبة كلنا بنحبها. الموضوع من بره يبان إنه مجرد وصفة عادية، صح؟ لكن الحقيقة هو عامل زي الجبل الجليد بالظبط، اللي ظاهر على السطح ده يدوب البداية، اللي تحت بقى أعمق بكتير. طيب، ده بقى ياخدنا لأول جزء مهم محتاجين نفهمه. الموضوع هنا خلاص عدى مرحلة إنه مجرد وصفة، وبقى جزء من ظاهرة ثقافية واقتصادية أكبر بكتير قوي. علشان نفهم إيه اللي بيحصل بالظبط لازم نعرف المصطلح ده، مايكرو ترند. يعني إيه؟ فكروا فيها كده، دي موضة صغيرة وسريعة جدا بتظهر وتنتشر بسرعة البرق جوه مجتمع معين على الإنترنت، يعني مثلا جروب على فيسبوك أو بين متابعين على تيك توك. والحاجة اللي بتخليها تولع بجد هو إن الناس نفسها هي اللي بتعمل المحتوى وبتشاركه. ودلوقتي تعالوا نركز على بطلة الحكاية دي، صانعة المحتوى اللي قدرت تحول شغفها لفرصة بيزنس حقيقية. دي سارة رفعت أو سارة رفعت ديامور على تيك توك. الفكرة إن سارة هنا مش مجرد واحدة بتحب الشوكولاتة وقررت تشارك وصفات وخلاص، لا لا، هي بتعمل خطوة أبعد من كده بكتير. هي بتبني براند صغير اسمه ديامور، وهدفها مش بس إنها تعلم الناس، لا، هدفها إنها تجمع حواليها مجتمع كامل، ناس كلها مهتمة بنفس الشغف ده. فالنقطة المهمة قوي هنا هي أن البوست ده مش مجرد مشاركة للمعلومات، لا، دي دعوة مباشرة وصريحة للناس عشان يشاركوا، يشتغلوا بإيديهم. وهو ده بالظبط اللي بيبني مجتمع، واللي بعد كده بيبقوا عملاء محتملين. طيب سؤال مهم، هل نجاح زي ده ممكن يحصل لوحدها كده؟ الإجابة ببساطة لا طبعا. وهنا بقى بنبدأ نشوف الصورة الأكبر، اللي هي منظومة البيزنس المتكاملة أو الإيكو سيستم اللي منصات زي التيك توك بتخلقه. النجاح عمره ما بيجي من فراغ. أي مشروع صغير فكروا فيه كأنه نبتة، عشان تكبر محتاجة شبكة كاملة تدعمها،
من ناحية شبكة موردين يوفروا لها الخامات، ومن ناحية تانية شبكة من الناس والمتابعين اللي بيشجعوها وتكبر بيهم. والحاجة الجامدة قوي بقى في البوست هي الإشارة دي. سارة بكل بساطة بتقول لمتابعينها ممكن تبعتوا لآت رشا زيدان 381، عندها القوالب والألوان وكل حاجة. دي للوهلة الأولى تبان توصية عادية، لكن هي أبعد من كده بكتير. اللي بنشوفه قدامنا ده هو شكل السبلاي تشين أو سلسلة الإمداد بتاعت أي مشروع صغير حديث. توصية تبان بسيطة قوي زي دي هي في الحقيقة أهم حلقة وصل في المنظومة دي كلها، هي اللي بتربط صانع المحتوى بالموردين، وفي نفس الوقت بتربط الموردين دول بالعملاء المحتملين اللي هم متابعين سارة. بس لحظة، وسط ملايين الفيديوهات والدوشة اللي على تيك توك، إزاي محتوى زي ده بيقدر يوصل للجمهور الصح بتاعه؟ التحدي الكبير هو الزحمة دي، فيضان المحتوى. والحل بقى بيكون في استخدام هاشتاجات دقيقة جدا ومخصوصة. تعالوا كده نبص على الهاشتاجات اللي هي استخدمتها بذكاء شديد. هاشتاج رمضان وهاشتاج عرب تيك توك، دول بيستهدفوا المجتمع الثقافي الصح وفي التوقيت الصح بالظبط. بعدين هاشتاج ايجيبت، وده بيحدد مكانها عشان توصل للعملاء اللي حواليها. ونيجي لهاشتاج فود تيك توك وهاشتاج شوكليت، دول بقى بيفلتروا الناس ويوصلوها للمهتمين بالموضوع ده تحديداً. يعني كل هاشتاج فيهم شغال كأنه مغناطيس بيشد الجمهور المظبوط. ودلوقتي نيجي لأهم نقطة في الموضوع كله، وهي التحول من إن الموضوع مجرد هواية لبزنس حقيقي. وده مش استنتاج، ده شيء البوست بيعلنه بصوت عالي وواضح. لو بصينا على كل الهاشتاجات هنلاقي إن أهم واحد فيهم هو ده، هاشتاج small business. الهاشتاج ده عامل زي يافطة كبيرة بتقول للناس كلها يا جماعة ده مش مجرد مشروع يدوي في البيت وخلاص، لأ، دي محاولة جادة لبناء مشروع تجاري. الخريطة دي بتلخص لنا الرحلة كلها، إزاي الشغف بيتحول لفلوس، في 4 خطوات واضحة. أول حاجة، بتعمل محتوى جذاب، فيديو تعليمي مثلا عشان تشد الناس. تاني خطوة، بتبني مجتمع حواليك بالتفاعل والرد على الكومنتات. تالت خطوة، بتعلن نيتك التجارية صراحة بالهاشتاج اللي قلنا عليه small business. وآخر خطوة، بتوجه دعوة مباشرة للبيع. والدليل العملي على الخطوة الأخيرة دي بنشوفه في بوست تاني ليها بتقول فيه إيه: لو عايزين تيجوا تدوقوا الشوكولاتة بتاعتنا سيبوا كومنت. ده اللي بنسميه call to action، دعوة صريحة ومباشرة للعملاء إنهم يتفاعلوا ويجربوا ويشتروا. طيب، في الآخر خالص، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من تحليل بوست واحد بس؟ تعالوا نلم كل الخيوط دي مع بعض ونبص على الصورة الكاملة. دورة حياة أي مايكرو ترند بتمشي بالترتيب ده. الأول، بتبدأ بشرارة، فكرة من صانع محتوى. بعدين تيجي الهاشتاجز توصل الشرارة دي للمجتمع الصح، فالفكرة تولع وتنتشر. تالت حاجة، بتكون حواليها الشبكة كاملة من الموردين والمتعاونين. وفي النهاية كل ده بيتحول لبزنس صغير حقيقي عنده فرصة يكبر. الرسالة النهائية من القصة دي بصراحة ملهمة جدا. بتقول لنا إنه في عالمنا دلوقتي كل اللي ممكن نحتاجه عشان نبني بزنس هو تليفون في إيدينا وشغف حقيقي جوانا والقدرة إننا نتواصل مع الناس، بس كده. وده يخلينا كلنا نسأل نفسنا سؤال مهم: يا ترى إيه الهواية اليومية البسيطة اللي بنعملها وممكن تكون هي البزنس العالمي الصغير اللي جاي؟